بص بقى، انا النهارده جايب لك لابتوب من الاخر، دراسه ومذاكره والعاب، موجود. شغل مونتاج وجرافيكس وكونتنت كرييتورز، او انت بتعمل مثلا محتوى، موجود. مصمم بقى بتعمل برمجه، بطالب في كليه هندسه او مهندس وبتشتغل على برامج هندسه اوتوكاد وما اعرفش ايه و3 دي موديلنج والجو ده. موجود. كل الحاجات دي هتلاقيها في اللابتوب ده، بالاضافه ان الباكج دي كلها بافضل سعر ممكن. النهارده معايا الايسوس فيفو بوك برو اكس 16. اللابتوب ده موجه بشكل اكبر للناس الكونتنت كرييتورز، الناس اللي بتعمل محتوى زي كده، او الناس اللي بتشتغل على فوتوشوب او بتعمل مثلا فيديو اديتنج او فوتو اديتنج. اللابتوب ده موجه ليهم، ده بالاضافه طبعا لحبايبنا الطلبه طلاب الجامعات، وده لاسباب كتيره طبعا. اولا من الحجم، للديزاين، للامكانيات اللي جايه جوه اللابتوب ده، للسعر اللي هقول لك عليه كمان شويه. فانت اللي بتحب سلسله اللابتوب انزل اخبط لايك دلوقتي حالا، واكتب لي تحت الفيديو في الكومنتات ان انت بتحب السلسله دي وعايزين نكمل فيها اكتر، واكتبوا لي ايه اكتر برايس رينج او ايه اكتر سعر حابين نجيب فيه لابتوبات. اخبط اللايك ويلا نكمل. ليه بقى اللابتوب ده قلت لك موجه للطلبه وكونتنت كرييتورز؟ مبدئيا بسبب تصميمه الشيك جدا، البريميوم جدا، الخامات المستخدمه هنا كلها من الميتال. لابتوب فخم جدا، وكمان هو معمول كده بطبقه مات بلاك كده مش بتلمع، وبتقلل قوي من الفينجر برينت. في لمسات كده طفيفه قوي كده في الديزاين عجباني، زي مثلا كلمه ايسوس فيفو بوك المكتوبه في شكل بارز كده على الظهر، شكلها رايق. الكالر كوتد كده، او السين بتاع الالوان اللي حاطينه مثلا في الكيبورد، الزرار بتاع مثلا بتاع السكيب معمول باللون البرتقاني، الزرار الانتر معمول عليه تيكتشر كده او لون تاني. في كام لمسه كده لذيذه قوي في اللابتوب، بالاضافه للسمك بتاعه اللي هو 18.9 مللي. اللابتوب ده رفيع قوي، والديزاين بتاعه كومباكت قوي، بالاضافه اللي هو كمان في شاشه 16 انش، واللي هنجي لها كمان شويه. الشاشه دي حوار، ابعاد 16 ل 10 في اصغر حجم واقل وزن. اللابتوب ده وزنه كيلو و950 جرام، بالاضافه اللي هو متين جدا وسوليد، وحتى الهنج بتاع الشاشه تقدر تفتح كده الشاشه بايد واحده، وانا احب قوي اللابتوبات اللي انا افتحها بايد واحده دي. الديزاين بصراحه روش ورايق وشياكه. ندخل على تاني حاجه جامده، هي الشاشه دي فيها كلام كتير، ركز معايا. 4K تلاقي، اوليد تلاقي، سطوع يوصل ل 550 نتس كبيك تلاقي، بتدعم فيديوهات ال HDR والمحتوى ال HDR، كمان بتدعم 100% DCI B3، وكمان بريسبونس تايم 2 من 10 ملي سكند، مع حواف رفيعه جدا 4.8 ملي. عاوز ايه اكتر من كده؟ قول لي. واحده من انضف واحسن واجمل الشاشات اللي ممكن تعمل عليها كونتنت او تتفرج عليها. الشاشه دي بتطلع دقه الوان مش طبيعيه، الاسود ترو بلاك، اسود حقيقي، اسود قاتم. والريسبونس تايم بتاعها هينفعك في الالعاب، عشان اللابتوب ده فيه كارت شاشه كده صغير بس يحير، حاجه كده تقدر تلعب عليها تسلي نفسك بفريم ريت محترم جدا، والعاب تقيله كمان. يا ابني انزل اعمل لايك يا ابني. تحت الشاشه هتلاقي الكيبورد الفول كيبورد، وزي ما قلت لك كده في كذا كلر او كلر كوتد كده. فرق الالوان ما بين الزراير في النص اللي هي فيها الحروف بلون جري غامق، والزراير اللي هي التاب والكابس والشيفت والكنترول والفن هتلاقيه بلون كده جري فاتح، وده غير اللون البرتقاني الرايق اللي ماشي مع السيم العام. وهنا زرار الانتر اللي معمول عليه تيكتشر كده او لون مختلف، وكمان الارقام حاطط لك برده لوحه ارقام، ودي حركه حلوه زنقوها بس يعني موجوده. انا بالنسبه لي افضل من صف الارقام اللي بيبقى فوق، انا بحب دايما النمبر باد. كمان الكيبورد بصراحه الزراير بتاعته والكتابه عليه رايقه قوي، وفي ترافل ديستانس كده، والزراير ناعمه وكبيره وواسعه عن بعض. واجمل حاجه كمان ان هو بيدعم اللغه العربيه بما انه موجه للسوق المصري. كمان الكيبورد بيدعم باك لايت خفيف كده من اللون الابيض، تقدر تطفيه او تتحكم فيه ب3 درجات من السطوع. ننزل تحت شويه هتلاقي التراك باد الكبيره شويتين 3، وهتشتغل عليها براحتك جدا لو انت من الناس اللي ما بتشتغلش بالماوس او بتستعملش الماوس. التراك باد دي ممتازه ودقيقه جدا. كمان فيها حاجه بقى مختلفه واضافه روشه جدا مش هتلاقيها في اي لابتوب، وهي حاجه اسمها الدايل باد. ده زرار فيرتشوال، هو زرار كسوفت وير لما بتسحب كده مع الزاويه اليمين وهو عامل لك مكان كده بتسحب عليه بيطلع لك الزرار ده. الزرار ده تقدر تتحكم بيه في حاجات كتيره جدا، زي مثلا انت تتحكم مثلا في النظام، تعلي الصوت توطي الصوت. طبعا الحاجات دي انت تقدر تعملها كاستمايزيشن انت براحتك، يعني ممكن تحط اضافات او وظائف تعملها من خلال الاختصار ده براحتك من جوه السوفت وير. بالاضافه لاكتر حاجه بقى تقدر تستغلها فيها، وهو صناعه المحتوى، سواء انت بتشتغل على الفوتوشوب او بتشتغل على ادوبي بريمير او بتشتغل على برامج صناعه المحتوى زي مثلا افتر افكت او اي حاجه تانية. دي هتساعدك جدا في انك مثلا تعمل منها اختصارات كتيره، زي انت مثلا تحدد حجم البرش اللي انت بتستخدمها، الاوباسيتي بتاعتها، الهاردنس بتاعها. تقدر تضيف كمان فانكشن تانية تقدر تستخدمها مثلا لو انت بتستخدم فوتوشوب. بالنسبه للبريمير تقدر تضيف حاجات تانية، مثلا زي انك مثلا تعمل زوم في التايم لاين بمجرد انك مثلا تتحرك كده على الدايال باد، او انك تقدم مثلا فريم او ترجع فريم، او حاجات تانية كلها تقدر تتحكم فيها من
من خلال ابلكيشن اسمه برو ارت كرييتور هاب. الابلكيشن ده مفيد جدا، باضافه ان هو بيبين لك حاجات عن اللابتوب بتاعك، يعني حاله اللابتوب، درجه حراره البروسيسور، درجه حراره كارت الشاشه، وتقدر تتحكم في حاله المراوح ما بين كذا سيناريو انها تبقى ويسبر مود زي الوضع اللي حاليا عليه اللابتوب، انت مش هتسمع صوت لللابتوب وهو شغال اصلا، او اللي هتخليها مثلا فول سبيد مود، ده اللي بيخلي المراوح باقوى سرعه، مثلا لو انت بقى بتلعب او بتعمل حاجه شغل جامد ومحتاج تخلي اللابتوب يدخل له تهويه بزياده، طب مثلا بتحط اللابتوب على الوضع ده فصوت المراوح بيبقى واضح وظاهر، بيبقى نسبيا عالي شويه. هنا الصوت بيبقى مسموع بس مش بنفس العلو مثلا بتاع لابتوبات الجيمنج، بما ان ده لابتوب كومباكت، هو مش موجه اكتر للجيمنج على قد ما هو موجه اكتر لصناع المحتوى. بصراحه حركه روشه قوي، واضافه مش هتلاقيها في اي لابتوب تاني. والاضافه الاكتر حاجه مش هتلاقيها بقى في اي لابتوب تاني، وهي حاجه بتقدمها شركه ايسوس بس تقريبا، وهي البيرفكت وارنتي، الضمان الشامل لمده سنتين حتى ضد عيوب الاستخدام. يعني انت مثلا لو رحت اللابتوب ده وقع منك مثلا، او مثلا ميه اتكبت على الكيبورد، او اي حاجه حصلت في اللابتوب خليته مش شغال، تروح تقول لايسوس اتفضلي كده انا حصل مني كذا كذا كذا، صلحوا لي اللابتوب ده من فضلكم، وهيصلحوا لك فور فري. بس ديك هي غلطه واحده في السنه، يعني اكيد انا مش هروح اكسر اللابتوب مرتين واروح اقول لهم صلحوا لي فور فري، كده يبقى العيب منك يا صاحبي. والضمان ده بيشمل لك اي مكان في العالم، يعني انا جبت اللابتوب ده من موزمبيق اقدر اصلحه في مصر مثلا، فميزه ممتازه جدا. نسيبنا بقى من الكلام ده بقى، ندخل يا عم قول لي بقى انا عايز العب، دلعني بقى كده في الالعاب، انا مش جاي اذاكر 24 ساعه، انا عايز افصل كده في النص. اللابتوب ده هيخليك تلعب، وده بسبب انه بيجي بموديلين من البروسيسور. اول موديل اللي معايا ده وهو الام دي رايزن 7 5800 اتش، ده الموديل اللي معايا. بموديل تاني بشركه انتل بس ده هو مش معايا دلوقتي. البروسيسور ده 8 كور 16 ثريد، بيوصل ل 4.4 جيجا هرتز على الماكسيمم بوست، مع 16 جيجا رام دي دي ار 4 بتردد 3200 ميجا هرتز. ولكن في ملحوظه صغيره، ان الرامات دي اون بورد او ملحومه في البورده، للاسف مش هتقدر تعمل لها ابجريد، ودي ملحوظه مهمه جدا لازم تحطها في دماغك. لو حبيت انك تعمل ابجريد للاسف مش هتقدر تعمل ابجريد للرامات. مع بقى الوحش بقى اللي هيخليك تلعب، والوحش اللي هيخليك تعمل شغل مونتاج وشغل 3 دي موديلنج او 3 دي اديتنج او اي حاجه هتعملها في شغل الجرافيك ديزاين، وهو الار تي اكس 3050 نسخه نيفيديا ستوديو، اللي بيجي بتقنيه الماكس كيو، اللي هو بتبقى تقنيه صغيره بتستهلك طاقه قليل، تطلع حراره قليل. وكمان نسخه نيفيديا ستوديو دي موجهه بشكل اكتر للكونتنت كرييتورز، عشان هي بتتفوق على النسخه العاديه. بدون الدخول في تفاصيل، هي الخلاصه اللي هي هتساعدك انك تنتج محتوى اسرع، خاصه في شغل ال 3 دي او الشغل الجرافيكس العالي شويه او الادفانسد شويه. هي بتديك افضليه عن نسخه الار تي اكس 3050 العاديه، بتديك افضليه تردد وفي استهلاك الحراره واستهلاك الطاقه، كل الحاجات دي نسخه النفيديا ستوديو بتبقى هي افضل فيها. والكارت الشاشه ده بيجي ب 4 جيجا رام، اللي هي الفي رام بتاع كارت الشاشه، اللي هي جي دي دي ار 6. وال 4 جيجا رام دي هتركز فيها عشان هنجي لها كمان شويه. اللابتوب ده تقدر تعمل عليه شغل 4K، انا فتحت عليه مشروع 4K كامل، شغلت المشروع على 4K جوه ادوبي بريمير برو، كان شغال بانسيابيه ولا تقطيع ولا اي حاجه، حتى مع الترانزيشن او الانيميشن لو هي جامده شويه كان شغال عادي جدا، ولكن مشغل بروجكت 4 اتش دي. كمان في الريندر رندر مشروع 4K مدته 8 دقايق في اقل من 6 دقايق، ودي بصراحه ارقام حلوه جدا. انا كمبيوتر مش محتاج اكتر من كده، انا الكمبيوتر بتاعي بجلاله قدره، بس هو طبعا باصدار RTX 2060 اللي هو بتاع السنه اللي فاتت، بيرندر الفيديو 8 دقايق ده في وقت اكبر من كده بحبه كويسين. فانت متخيل الصغير ده بينجز الموضوع اسرع. ايه الالعاب اللي انا اقدر العبها على اللابتوب ده والاداء بتاعها هيبقى عامل ازاي؟ بص يا سيدي، انا لعبت 4 العاب على اللابتوب ده، هقول لك الفريم ريت اللي انا كنت بلعب عليه او كواليتي، وكمان هقول لك درجه حراره السي بي يو والجي بي يو كانت عامله ازاي. اول لعبه لعبتها وهي فالورانت، اللعبه دي رايقه قوي بصراحه وانا حبيتها. اللعبه دي كنت باخد فيها 122 اف بي اس او عدد فريمات في اللعبه، ولكن وانا كنت بلعب على كواليتي فول اتش دي، ما كنتش بلعب على 4K. وطبعا انا ما كنتش بقدر اطلع لل 4K، خاصه بقى كمان لما اجي للالعاب الثقيله كمان شويه، علشان الفي رام بتاع كارت الشاشه ده مش اكبر حاجه، 4 جيجا في رام مش اكبر حاجه، فانت لما بتعلى بالكواليتي عايز في رام اكبر من كده. فانا كنت بلعب على فول اتش دي مع ان الشاشه دي 4K، فاللعبه كانت شغاله كويس جدا بقى بدون تيرنج بدون اي مشاكل، كمان مع الريسبونس تايم السريع اللعبه كانت شغاله كويس جدا. درجه حراره السي بي يو بعد حوالي نص ساعه لعب كانت بتتراوح ما بين 80 ل 85 في الرينج ده، ولكن درجه حراره كارت الشاشه اللي كانت ممتازه بصراحه كانت 78 درجه كماكسيمم، تنزل ل 70 وتطلع ل 78، ده كانت اقصى درجه حراره. كمان هم عاملين كده تحت اللابتوب في زي حته من الرابر في التصميم بتاع اللابتوب، بترفع اللابتوب وتخلي اللابتوب مش مبطوط كده على السطح اللي انت حاطه عليه او على الترابيزه اللي انت حاطط عليه، هو بيخلي كده في مسافه كام ملي عشان الهواء او الاير فلو يدخل للمراوح من تحت، وعندك الاكزوست بيبقى من فوق كده تحت الشاشه. المهم بقى دخلت على اللعبه اللي بعدها
بعدها ويبقى اتقل شويه وهي فورتنايت، كانت شغاله على 60 فريم مع ميديوم كواليتي، واللعبه كانت شغاله بشكل ممتاز جدا، مع ان لعبه زي دي هي بتبقى محتاجه في رام اكبر من 4 جيجا رام بالنسبه لكارت الشاشه، بس بالنسبه لي كانت شغاله على 60 فريم مع ميديوم كواليتي، كانت شغاله ممتازه. انا بصراحه انا مش محتاج اكتر من كده بحاجه افصل بيها ما بين الشغل بتاعي. لو انا راجل مش جيمر بشكل يعني صريح او مش فول تايم جيمر، انا عايز افصل كل شويه كده وانا مثلا شغال وانا بذاكر، عايز افصل بشويه العاب، نفس الوقت ابقى مش مخنوق وانا بلعب، مش ببقى واخد مثلا عدد فريمات قليل او اللعبه بتقطع. مفيش الكلام ده هنا، الكلام ده ما بيحصلش. بعد حوالي ربع ساعه لعب، السي بي يو درجه حرارته كانت بتراوح من 85 ل 88 درجه كاقصى درجه، والجي بي يو درجه حرارته كانت اقصى حاجه 66 درجه، وده كلام ممتاز جدا بصراحه في ظروف اوضه اللي انا كنت فيها درجه الحراره فيها كانت 27. ندخل بقى على لعبه اتقل شويتين ثلاثه، لعبه كنترول، واللي انا كنت مش متوقع ان اللابتوب يقدر يشغلها بصراحه، وانا كنت طبعا كنت مستحيل العب على 4K عشان هي محتاجه اقل حاجه 8 جيجا في رام اذا ما كانش اكتر بالنسبه لكارت الشاشه، بس انا كنت مخلي الكواليتي على فول اتش دي، واللعبه كانت بتوصل لحوالي 60 فريم مع لو كواليتي، والريزوليوشن فول اتش دي. حراره السي بي يو ظبطت اكتر، كانت بتتراوح ما بين 70 ل 75 كاقصى درجه حراره، وبالنسبه للجي بي يو كان اقصى درجه حراره 61 درجه، وهنا درجه الحراره كانت ممتازه بصراحه. ندخل على اخر لعبه وهي ريد ديد ريدمشن 2، واللعبه دي برده تقيله، وانا كنت برده بلعبها على ريزوليوشن فول اتش دي، وخليت الكواليتي على لو، كنت باخد من حوالي 55 ل 60 فريم بدون ولا تقطيع ولا تيرنج ولا اي مشاكل اطلاقا، واللعبه كانت شغاله كويس جدا. درجه حراره السي بي يو كان اقصى حاجه 78، ودرجه حراره الجي بي يو 62. طبعا انا ما اكتفيتش بكده، قلت اعمل له تيست سريع كده بالنسبه لايديا 64 عشان اشوف ماكسيمم درجه حراره ممكن يوصل لها السي بي يو، وبعد اختبار تقريبا كان من 5 ل 10 دقائق على ايديا 64 درجه حراره البروسيسور وصلت ل 89 درجه كحد اقصى، ولكن اول ما قفلت ايديا 64 على طول نزل درجه الحراره اللي هو درجه حراره النورمال اللي بيبقى عليها اللابتوب وانا سايبه كده شغال لوحده كده، بتبقى حوالي 50 ل 55 درجه. طبعا درجه حراره البروسيسور مع الضغط هي يعني عاليه نسبيا شويه، بس زي ما قلت لك ده هتلاقيه مع الالعاب، مع شغل المونتاج طبعا بيبقى محمل اكتر على الجي بي يو، فانت بتلاقيش درجه الحراره دي. وزي ما قلت لك اللاب ده موجه بشكل اكبر للكونتنت كرييتورز، ولكن مش موجه بشكل مباشر للالعاب، هو مدي لك الاوبشن انك تلعب بشكل مقبول جدا جدا جدا، بس طبعا ده مش الافضل في اللعب. انت عايز تروح بقى تاخد افضل بقى اف في اس مع افضل درجه حراره مع الكلام ده، هتروح بقى اللابتوب موجه بشكل اكتر للالعاب، والكلام ده جاي في الفيديوهات اللي جايه، عشان في بقى شويه لابتوبات موجهه للجيمرز. اعمل لايك يا صاحبي واعمل اشتراك للقناه لو انت مش مشترك، عشان في شويه لابتوبات جايه رايقه، شغل فاخر من الاخر. وبما انه موجه للكونتنت كرييتورز والناس اللي بتحب بقى البرامج تشتغل بسرعه واللابتوب يفتح بسرعه، فلازم يكون في اس اس دي سريع، والنسخه اللي بقى بتيجي ب 1 تيرا ام دوت 2 ان في ام اي اس اس دي، بيديني سرعه قرايه وكتابه معقوله جدا، وبتخلي اللابتوب يشتغل بسرعه، وبرامج زي مثلا ادوبي بتفتح معايا بسرعه. بالاضافه بقى لاكتر حاجه اي حد ممكن يحتاجها، سواء بقى كونتنت كرييتورز بتلعب بتعمل اي حاجه على اللابتوب، وهي البطاريه. احنا عايزين لابتوب ما يفصلش، عايز لابتوب يقعد معايا مثلا 10 ساعات 11 ساعه، واللابتوب ده بقى بيجي ببطاريه 96 وات اور، دي واحده من اكبر البطاريات اللي هتلاقيها في البرايس رينج ده، ويمكن في برايس رينج اعلى منه كمان. البطاريه دي 6 سيلز 96 وات اور، كفيك استخدام مش هتقل عن 9 ساعات، مش هتقل. انا ما قدرتش اوصل حتى ل 9 ساعات عليها، يعني انا شغلي على مدار اليوم بيخلص قبل 9 ساعات، فالبطاريه هنا بصراحه محترمه جدا جدا جدا، وهتكفيك وقت استخدام محترم جدا، بالاضافه اللي هو بيجي معاه شاحن 120 واط. في بقى حاجه مهمه جدا لازم نتكلم عليها، وهي السكيورتي والامان في اللابتوب ده، من بدايه القفل او السلايدر اللي عند الكاميرا الويب كام اللي هي 720 بي كواليتي اتش دي، والكواليتي بتاعتها بالمناسبه كويسه جدا ومقبوله جدا في الفيديو كولز، بالاضافه ان اللابتوب بيدعم النويز كانسلنج او بيدعم خاصيه الاي اي نويز كانسلنج، اللي هو بيعتمد على الذكاء الاصطناعي اللي هو يلغي الضوضاء اللي حواليك او الدوشه اللي حواليك عشان يطلع لك صوت كويس في مكالمات الفيديو. في واحد ماشي عامل فرح تحت بالكلاكسات، ودي من اكتر الحاجات اللي انا بحبها في اي لابتوب بصراحه، موضوع السلايدر ده او حاجه تقفل الكاميرا بدل بقى ما انا اقعد اجيب بقى لزقه واقفلها واعمل الشغل الرخيص ده. انتقالا بقى لطريقه فتح وقفل اللابتوب، وهنا عندك بصمه مدمجه في زرار الباور، بصراحه دقيقه جدا وسريعه جدا، وتقدر تعتمد عليها بشكل كبير قوي يعني. بالاضافه بقى في حاجات بقى للروقان، زي مثلا السماعات. هنا الساوند باي هارمان كاردن، سماعتين من هارمان كاردن، بصراحه صوتهم ممتاز جدا، يمكن يكونوا مش الاعلى بس فيهم نقاء وبيز
محترم جدا ومقبول جدا جدا جدا، بس هما مش الاعلى، في اعلى من كده. انتقالا بقى للكونكتيفيتي والشبكات والجوده، هنا اللابتوب بيدعم واي فاي 6. عندك بقى مداخل ومخارج من كل حته. عندك من جنب الشمال مدخلين يو اس بي اي 2.0 تايب اي، ودول للاسف حاول ما تستخدمهمش، مش عارف ليه حاطينهم بصراحه، ودي بقى يمكن الملحوظه اخدها عليهم. يعني يو اس بي 2.0 في 22 يعني صعبه شويه، بس يعني ماشي ممكن نعديها، بما ان الجنب الثاني هتلاقي مدخل يو اس بي 3.2 تايب اي، وكمان مدخل تاني 3.2 تايب سي، ده اللي هيديك نقل داتا بشكل اسرع. ولكن للاسف هو ما بيدعمش مثلا ستاندرد بورت، عشان دي نسخه اللي الام دي، لكن النسخه اللي من انتل هي اللي بتدعم الستاندرد بورت 4. بالاضافه عندك مدخل اتش دي ام اي 1.4، وعندك مدخل الاوديو جاك اللي هو الكومبو، السماعه والمايك، وعندك كمان ميموري كارد او اس دي كارد صغير لو هتوصله على طول على اللابتوب. طيب كده تقريبا انا خلصت كل حاجه عن اللابتوب. اللابتوب ده هينزل بسعر 27000 جنيه. طيب يا شباب، بالنسبه بقى للسعر، النسخه اللي معايا بتبتدي سعرها من 32000 جنيه، والنسخه اللي بتيجي بمعالج انتل بتبتدي سعرها من 33000 جنيه. صحيح هو السعر زاد شويه، انا مسجل المشهد ده دلوقتي قبل ما ارفع الفيديو على طول. الفيديو ده متصور من شهر 6، حتى تلاقي حتى الباك جراوند كانت مختلفه، بس ستيل حتى وقتنا هذا انا شايف اللابتوب ده صفقه محترمه جدا من خلال تجربتي معاه. طبعا انت ممكن تبص وتقارن ما بين اللابتوبات الثانيه، ولكن بصراحه اللابتوب ده صفقه فعلا في السليم. وهحاول اسيب لكم تحت الفيديو في الوصف اللينكات الشراء لو حابين تشتروه. وطبعا هتلاقي برضو تحت الفيديو في الوصف شويه اكواد كده، لو انت هتشتري حاجه مع نانوم استخدمها هتظبطك وهتظبطني، انت هتاخد خصم وهتدعمني جدا في المحتوى اللي انا بعمله. طب خلاص يا بيتر، اللابتوب ده قول لي كده من الاخر اشتري اللابتوب ده. اللابتوب ده فعلا في خلال التجربه اللي قاعده معاه اللابتوب كان ممتاز جدا. مالتي تاسكينج وكنت فاتح 50000 برنامج عليه كان شغال ما بيقولش لا. مونتاج 4K ما كانش بيقول لا. ريندر 4K بالنسبه له ده ايه اللعب العيال ده. العاب كان شغال بشكل مقبول جدا، وحتى لو هو مش موجه للالعاب بشكل مباشر، بس كان مديني نتيجه ممتازه جدا. براند محترم وليه اسمه، وهتلاقي ضمان وبيرفكت وارنتي، وحتى ضد عيوب الاستخدام مش عيوب الصناعه بس كمان هتلاقي. فباكج بالنسبه لي بصراحه محترمه جدا. فانت لو صانع محتوى، طالب في كليه هندسه، حاجات مونتاج وحاجات شغل عالي و3 موديلنج والجو ده، اللابتوب ده هيقضي معاك في افضل سعر ممكن بالنسبه للامكانيات اللي هو بيقدمها. بس يا سيدي كده انا اكون خلصت مراجعه الرايق ده. فقول لي رايك تحت الفيديو في الكومنتات، قول لي ايه رايك في اللابتوب ده، وعايزين لابتوبات في برايس رينج قد ايه، في سعر قد ايه. انا تقريبا عمال اجيب لكم من كل الاسعار او في كل الرينجات، بس قول لي ايه اكتر رينج او ايه اكتر سعر انتوا حابين نجيب فيه لابتوبات. وما تنساش بقى وانت معدي لايك يا معلم، دلعني. بس يا معلم كده انا اكون خلصت، واشوفك على خير الفيديو اللي جاي. سلام.